موضوع راس الحكمة، وايا كان احنا هناخد 20 مليار في الاول كاش، ولا هو كله ب 42، ولا هو ب5 ايا، بص اعمل اللي انت عايزه. يا سلام، هو ده يا ريس ستموني يا عترة المؤلفين يا مكيفة، ادي الكلام اللي يجيب فلوس. فانت لغاية النهاردة ما عرفتش تعمله وجهة سياحية، ما بقاش إبيزا، ما بقاش الشواطئ التركية، ما بقاش الشواطئ اليونانية، ما بقاش الشواطئ بتاعت مالطا. يا صابر الصبر، صبرنا بصبر المتصبرين. امين يا رب. لسه حتى الآن هو مجموعة من المباني الأسمنتية، فيلل، شاليهات، كبانز، حفلة عمرو دياب، مش عارف ايه، انما انت حتى الآن لم تقم بعمل انه يبقى مدينة سياحية. يا رب، انا مش طالب عمارة، انا مش طالب عزبة، انا مش طالب بير بترول. قالوا بقى نتعرف على قصة رأس الحكمة. وبصراحة هنا أنا مش هتعامل مع الشائعات، لأن الاقتصاد لا يدار بالشائعات ولا بالمقاطع الصوتية ولا بالفويس نوتس. الاقتصاد يدار بالمعلومة، بالإفصاح. طبعا ده الاقتصاد اللي أنا درسته. ايه ده؟ ايه يا ستي؟ ايه اللي ماسكاه في ايدك ده؟ رأس الحكمة من الحكمة أن تكون مدينة سياحية. أنت لازم تعمل لك على الأقل 20,000 غرفة هناك. أنت عندك كم أوتيل؟ بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. أنا سياحة، أنا سياحة يخوت، أنا مطار شيك جدا، أنا مطاعم غير طبيعية، أنا فنادق كل الدرجات. وانا هبتدي بنفسي، ادي جنيه مني لاخويا عبد السميع من اخوه المستكاوي، وجنيه كمان رحمه ونور على روح مراتي ام قاسم الله يرحمها. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. المعلومات بتقول إن الدولة فعلا بتدرس مشروع ضخم استثماري ضخم في رأس الحكمة. مش كيمياء حيوية، هو مفيش فلوس، في ضغط على الموارد المصرية. الأمر لك، الأمر لك. اوعى تقول احسن نتحسد. مفيش زي مصر ومية مصر، والمية دي ده يا هوا يلي ما شمكش حد قبلي. انت بتتكلم على مية كريستال، انت بتتكلم على رملة ناعمة معمولة طبيعية، انت بتتكلم على مناظر غير عادية. صاحب الاوتيل هو ده الاستقبال؟ ايوه يا فندم، هو ده الاستقبال. امال فين الجراحه؟ اسهل حاجة في راس الحكمة دي ايه؟ تعالى يا عم، نجيب ساويرس خد حتة، محمد العبار خد حتة، حسام الشاعر خد حتة، مش عارف هشام طلعت خد حتة، يلا قسم. امال ايه بقى اللي بياكل عيش يا فيلسوف؟ تفتيح المخ، احنا في عصر تفتيح المخ. انا مرة قعدت مع ناس في المجر، قلت له دي صورة ناس يعني عايشين هناك، قلت لهم دي صورة الساحل الشمالي ودي المية. كلم مراته قال لها بكرة احجزي في الساحل الشمالي. شقاية راح يما. لو المستثمر اللي جاي ده هيجيب لنا طيارات مليانة فلوس وهيديها لنا في نفس اليوم، باشا جاي مركب جاية من بعيد